من اكتر الاسئله اللي بتتسال باستمرار سواء كان على الكومنتس زي ما انتم شايفين او بيجي لي مسجز منكم، ازاي استهدف جمهور قادرين على الشراء. خلينا نتفق اتفاق، انت اعلانك لما بيشتغل بيظهر للجمهور القادرين على الشراء، لكن ما بيشتروش منك انت. ليه ما بيشتروش منك انت؟ هو دلوقتي العميل الاول ما كانش فاهم يعني ايه ثقافه اعلان ولا سبونسر ولا ان البلوجر ده بيعمل اعلان ولا غيره، لكن دلوقتي بقى اي اعلان بيظهر قدامهم العميل بقى فاهم، بيدخل على الاكونت بتاعك، لو لقى الاكونت بتاعك عليه كونتنت ماركتنج، عليه تسويق بالمحتوى، بيبدا يشتري منك. لا الاكونت بتاعك فاضي عليه اعلانات بس، ما بقاش يشتري. دلوقتي كمان بقى يدخل يدور على الريفيوز، بيشوف النهارده راي الناس اللي اشترت منك قد ايه، بقى يدخل يقرا الكومنتس كومنت شوف عندك اي نيجاتيف كومنتس ولا عندك اي مشاكل حصلت قبل كده ولا لا. فبالتالي مفيش حد فيكم يستنى انه يعمل مبيعات الفتره الجايه بدون تسويق بالمحتوى، وده اللي بنتكلم فيه بقى لنا سنين، مش بتكلم فيه شهر اللي فات ولا لا، سنه واثنين عمال اتكلم يا جماعه الكونتنت ماركتنج هو الاساس. فبالتالي حضرتك عشان تجيب جمهور قادرين على الشراء لازم تعمل ده من خلال استراتيجيه واضحه، وخد بالك ما ينفعش تقدم تسويق بالمحتوى لوحده واعلانات لوحدها، انت لازم تربط الاثنين ببعض. يعني لازم المحتوى اللي انت بتقدمه يخدم معاك خطه الميديا باينج اللي انت عاملها، فبالتالي الميديا باير بتاعك لازم يتكلم دايما مع الماركتنج مانجرز، فبالتالي الميديا باير بتاعك لازم دايما يكون على تواصل مع تيم التسويق بتاعك. لو انت النهارده فاصلها ميديا باير لوحدهم ماركتنج تيم لوحدهم، فحضرتك بتعمل خطه تسويقيه دلوقتي، اربط الاثنين ببعض، انت بتعمل تسويق بالمحتوى علشان خاطر بعدها تخدم باعلان ممول علشان النهارده تجيب جمهور قادر على الشراء. لو ما عملتش كده اصرف مهما تصرف ولا حد هيسمعك، محدش هيجي لك خالص. ابعت الفيديو لاي حد بيعمل اعلانات مموله او اي صاحب مشروع وقول له يركز في النقطتين دول هيفرقوا معاه جدا.